السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. طبعا الحر دخل وزي ما انتم شايفين لازم بقى نغير النظام. الشتاء ليه نظامه والحر ليه نظامه، لان الحر لو دخل وماشيين على نفس النظام اللي احنا ماشيين عليه في الشتاء الطيور هتتعب منه. اتمنى بقى قبل ما اقول لكم ايه اللي انا اقول لكم عليه النهارده، اللي ما اشتركش في قناتي يشترك وتشجعوني ان شاء الله. بصوا حبايب قلبي، طبعا انا كنت بحط اللمبه الحمراء دي، اللمبه الموفره. ليه بقى؟ خلي بالك لازم تشيلي اللمبه الحمراء او تبعديها عن الطيور بمسافه. ليه؟ لان الجو دلوقتي حر موت. لو اللمبه فضلت قريبه منهم زي ما هي مثلا كانت كده والمسافه قريبه كده منهم، هتبص تلاقي الطيور تعبت منك وجالها اسهال. ليه؟ لان هتسخن. الجو زي ما انتم شايفين حر، فاحنا مش عايزين نحرر اكتر عليهم لان كده يحصل لهم احتباس حراري جوه وهيتعبوا داخليا، فده هينعكس عليهم. هتلاقي الطير هريح منك. فانا لقيت اسهل حاجه واعمليها وعلى ضمانتي وانا جربتها، انك حطي اللمبه دي. هما كده كده الجو دافي، حتى مش بيسقع، يعني الجو دلوقتي دافي. فهتعملي ايه؟ فرشتنا عادي تحتيهم. انا دلوقتي حطيت كراتين وبقوم حاطه عليها النشاره، وحطي عليها بقى حبه جير حبه رمله اللي انت عايزاه. بس غيري اللمبه وشيلي اللمبه الحمراء، او تخلي المسافه ما تبقاش قريبه كده، لا، تخليها مثلا ارتفاع متر لو هتقدري. ليه؟ لان الدنيا عندك هتسخن قوي، اللمبه هتسخن المكان جامد جدا جدا، فده هيأثر على البطن. سواء بقى كانت فراخ، بصي انتهزوها فرصه وخرجوا ازاي. انا محوله لهم كراتين عشان بصوا انتهزوها فرصه ولاد اللذينه وطاروا. فكنت عايزه اقول لكم يا جماعه، رجاء رجاء ابعدي اللمبه بقى اللمبه الحمراء بتاعتنا دي. لا، الحجم اللي انتوا شايفينه ده، لا، الكلام ده لو احنا لسه كتاكيت صغننين بتحطي اللمبه بتبقى برضو على بعد مسافه نص متر، لان الطيور لو سخنت قوي مننا هتدي اسهال، فكده هتتعب منك. فديني قلت لكم اهو، عشان احنا كنا عمالين نركز على اللمبه. دلوقتي هنغير في نظام مختلف. الشتاء ليه تربيته والصيف ليه تربيته. وعايزه اقول لكم احسن نوع دلوقتي تربيه بط تجيبيه، جيبي البط المرة وجيبي الفراخ الهجين والفراخ البلدي، وهجيب لكم كمان الفراخ البيضة والرومي، ونعمل احلى تربيه. التوقيت ده حلوة قوي يا جماعه للرومي. الناس اللي عايزه تربي الرومي ما بيحبش السقعه، بيحب الدفا، فده توقيته. والبط المولر هيديكي انتاج حلو قوي. اللي عايز يجيب من دلوقتي لحد العيد يتوكل على الله، هيذبح في العيد وياكل احلى اكل. والطيور دلوقتي الناس دلوقتي بتجيبها ليه؟ لان اللحمه غاليه. حتى لو رخصت اللحمه هتبقى بكام؟ ما هي برضو معديه 300. لما تربي حاجه في بيتك كده احسن لك. عايزه اقول لكم بقى نربي مع بعض، بس انا حبيت اقول لكم رجاء رجاء شيلي اللمبه الحمراء وحطي اللمبه الموفره، او ارفعي اللمبه الحمراء لو مش هتجيبي الموفره ارتفاع متر، لان درجه اللمبه بتسخن المكان جدا، مع درجه الحراره السخنه بتاعتنا لا هتاثر جامد جدا على الطيور وهيحصل لهم عمليه تريح واسهال. اتمنى بقى ان انتوا تخلوا بالكم، واهم حاجه برضو ان احنا نخلي الدنيا دافيه تحتيهم. رجاء الدنيا برضو ما تقوليش الجو حر تبقى تحتيهم مبلول تحتيهم نشف، لا، لان الرطوبه برضو بتيجي من الرجل برضو بتاثر على الطيور. اسيبكم بقى ايه في رعايه الله وامنه، واوعوا تنسوني وتشجعوني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.